إذا كنت عاوز تشتغل في عمل حر كفريلانسر أو حتى في شركة، فأول سؤال بتتسأله وهو فين شغلك اللي أنت عملته قبل كده. فمش هيكون شيء احترافي إنك أنت تفضل تبعت لي صور شغلك صورة على الواتساب، أو الطريقة التانية اللي أنت هتعملها وهو إنك أنت هتبعت لي السي في بتاعك. بس السي في بتاعك أنت هتبعته كبي دي اف، ومش هتقدر تحط عليه كل شغلك اللي انت عملته قبل كده. هو هيكون بس فيه مجرد المهارات اللي انت اتعلمتها. ولو كنت انت حتى شغال فيديو اديتنج او في تعديل الفيديوهات او اي مهارة تانية، فانت مش هتقدر تحط كل اعمالك اللي انت عملتها قبل كده. هتحط الفيديو ده ازاي في بي دي اف؟ فهتفضل بقى تبعت لي لينك ورا لينك، وهيكون الموضوع مش احترافي جدا، والعميل هيزهق من ان هو هيفضل يدخل على كل اللينكات دي عشان يشوف شغلك. طيب ايه رأيك بقى لو احنا نسينا كل الكلام ده وجينا بقى بدأنا نعمل موقع، والموقع ده يكون باسمك انت او باسم البيزنس بتاعك او الشركة بتاعتك، ويكون بقى عليه كل مهاراتك اللي انت اتعلمتها قبل كده وكل معرض اعمالك. كل اللي عليك انك انت هتبعت لينك الموقع بتاعك للعميل، هو هيدخل عليه بقى وهيعرف عنك كل حاجة وانت هتريح دماغك. فانت كده وفرت على العميل مجهود ان هو يفضل يسألك فين اعمالك وفين شغلك اللي انت عملته قبل كده والمهارات دي اتعلمتها ولا لا. وكمان انت وفرت على نفسك وقت ومجهود كبير جدا، ده غير كمية الخدمات اللي هيقدمها لك الموقع اللي انت هتعمله لنفسك. وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده. فهقول لك في الفيديو ده على 3 اسباب ليه الموقع احسن من السي في، وكمان هنعمل موقع ومن غير سطر كود. ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا وسهل، وكمان مش هنعمله على وورد بريس على فكرة. فما تقلقش، الموضوع سهل جدا وبسيط. فخليك معايا. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل كالعاده، ودي قناه اتعلم ببساطه. متقلقش من اي حاجه، الموضوع سهل جدا وبسيط. وتعالى نشوف اول سبب معانا، وهو ان السي في بقى حاجه تقليديه. زي ما قلت في المقدمة، لو كانت في وظيفة إذا كانت عمل حر أو في شركة، فالشيء الطبيعي اللي هيقدم على الوظيفة دي هو هيبعت السي في بتاعه. بس المختلف هو اللي هيكون عنده موقع ويبعت الموقع بتاعه ويكون عليه كل حاجة تخصه. هديك مثال، لو انت صاحب شركة او صاحب وظيفة معينة، او حتى عاوز تعمل اي حاجة وعايز توظف شخص يعمل لك الجزء ده، واحد قدم لك السي في بتاعه والتاني قدم لك الموقع، انت هتدخل على انهي الاول؟ انا مش هقول لك انت هتختار مين اللي هتشغله، بس انا بقول لك مين اللي عينك هتروح عليه الاول. هل الشخص اللي هيبعت لك بي دي اف في سي في، ولا الشخص اللي هيبعت لك موقع؟ على الاغلب انت هتروح على الشخص اللي بعت لك الموقع، تدخل وتشوف الموقع ده فيه ايه، والشخص ده لو كان حاطط عليه كل المهارات اللي هو اتعلمها وكل الاعمال اللي هو عملها، فانت كده ارتحت. انت كده شفت كل الاعمال اللي هو عاملها من غير ما تتعب ولا من غير ما تساله عليها ومن غير ما يفضل يبعت لك صور او يبعت لك لينكات. لا، هو لينك واحد الموقع بتاعه، والدنيا سهلة وبسيطة، وعرفت انت رايح تشتغل مع مين او رايح توظف مين. زائد الانطباع الاول عليك انك انت كصاحب موقع، يعني هتكون انك انت شخص بتطور من نفسه بسرعة وبتتعلم بسرعة، عشان ما استسهلتش وعملت سي في لكن عملت موقع. وده اي صاحب شركة او اي صاحب وظيفة محتاجه. وهو كده كده محتاج شخص بيطور من نفسه بسرعة وبيتعلم بسرعة عشان يكون الموضوع وين وين سيتويشن، او الطرفين كسبانين. تاني سبب معانا بقى، وهو ان الموقع بيديك ايميل احترافي. يعني ايه؟ يعني انت لو اشتريت دومين نيم، فالدومين او اسم موقع يعني، فتقدر تاخد بيه ايميل احترافي. لو انا وريتك ايميلين دلوقتي، احمد عادل 123 معرفش ايه @gmail.com، والتاني الايميل التاني contact@learnsimply.com، هل انهي احسن؟ يعني الايميل ده ولا الايميل ده؟ اكيد عينك راحت على contact@learnsimply.com عشان هو ده ايميل احترافي. learn simply ده الموقع بتاعي او موقع اتعلم ببساطه يعني، وده تقدر تبعت عليه ايميل عادي جدا زي الجيميل، بس ده ايميل احترافي. فانت لو اشتريت دومين او انك انت بقى عندك موقع زي learn simply مثلا .com، فتقدر تاخد بيه ايميل عادي جدا. تخيل معايا بقى بعت لشركه معينه بالايميل الاحترافي، وكمان بعت لهم موقعك وقلت لهم انا سعيد جدا او هكون سعيد جدا لو اتواصلنا مع بعض واشتغلنا مع بعض. فنسبة قبولك ان شاء الله هتبقى كبيرة جدا، وهتكون انت كمان واثق من نفسك وراضي على اللي انت بتعمله، مش مجرد انك انت بترمي سيفيهات كده وخلاص ويعني يلا ربنا يسهل. اما تالت سبب معانا بقى يا صاحبي، وهو المصداقية بينك وبين العميل. الموقع بيدي مصداقية بينك وبين العميل، ان العميل داخل على الموقع بتاعك وعارف انت مين، عشان انت مظبط الموقع بتاعك وحاطط عليه كل السوشيال ميديا بتاعتك وكل الاعمال بتاعتك وانت اشتغلت فين قبل كده وكل المهارات بتاعتك. وتقدر اصلا، مش لازم الموقع ده يكون موقع فيه مدونة ولا موقع يكون فيه مقالات او حاجات من دي، لا، هو موقع اصلا ممكن يكون عبارة بس عن ان هو فيه اسمك وفيه المهارات اللي انت بتعملها
وفي معرض اعمالك، ما فيش اكتر من كده، وده كمان هنعرفه كمان شويه ما تقلقش يعني. زائد ان الحاجه الحلوه جدا ان الموقع ده هيكون بابليك او هيكون عام وهيكون على النت، يعني اي حد حرفيا من اي مكان في العالم يقدر يوصل للموقع بتاعك ده او يقدر يوصل لك. فبعد كده العملاء هيجي لك من خلال موقعك، مش انت بقى هتفضل تبعت لشركات وهتفضل تبعت لده وهتفضل تبعت لده، لا، العملاء هم اللي هيجوا لك من خلال موقعك عشان انت بقيت عام او بقيت على النت. ولما العميل يجي لك ويطلب منك شغل فسعرك بيزيد وانت بتزود سعرك، لو انت مثلا بتخاف انك انت او انك انت مش عارف مثلا تسعر نفسك او كده، فلما العميل بيجي لك غير لما انت اللي تروح له. لما انت اللي تروح له عادي ممكن يكون في تفاوض بين السعر، لكن لما هو يجي لك فانت هنا تقدر تختار السعر اللي انت نفسك فيه من غير خوف وبثقة. هتيجي تقول لي كل الكلام ده حلو، بس انا ماليش في البرمجه ومعرفش اعمل موقع، زائد ان انا مش هفضل اتعلم لي سنه برمجه عشان ابدا اعمل موقع وانا اصلا شغال مصور، زائد ان انا ما معيش فلوس عشان ادي مبرمج والمبرمج ده هو اللي يعمل الموقع بتاعي. انا اقول لك انسى كل الكلام ده، ما فيهوش اي حاجه. انت حرفيا دلوقتي بقى انك انت تعمل موقع لنفسك اسهل من انك انت تعمل سي في. بس عاوزين نعرف الاول حاجتين بس، وهي الحاجة الأولى يعني إيه دومين ويعني إيه استضافة. الموضوع أبسط حرفيا مما تتخيل. دومين بكل بساطة اسم الموقع بتاعك. عشان أنا أقدر أوصلك لازم يكون عندك طبعا اسم واسم موقع. الموقع ده ما ينفعش يكون أي حد في العالم معاه نفس الاسم. ما هو بكل بساطة لو الموقع بتاعي اسمه Learn Simply وفي واحد تاني عنده موقع برضو اسمه learnsimply.com وانا برضو موقعي اسمه learnsimply.com، لو انت جيت دخلت على learnsimply.com هيدخل على مين؟ هيدخل على موقعي ولا موقع الشخص التاني؟ اكيد طبعا هو مش هينفع اصلا، عشان ما ينفعش يكون في موقعين ليهم نفس الاسم. فانت الدومين بتاعك ده هو اسم موقعك. تاني حاجة الاستضافة معناها اصلا جاي من اسمها. انا دلوقتي لو واحد صاحبي جالي البيت فانا بستضيفه، بعمل له شاي، بنقعد مع بعض نتكلم شوية والدنيا بتبقى سهلة وبسيطة وبعد كده بيمشي ويروح. هل هو اضطر ان هو يشتري بيتي عشان يدخل بيتي او عشان ان هو يجي لي؟ اكيد طبعا لا، هو جالي بس قعد معايا نص ساعة مثلا ولا حاجة ومشي، وانا ضيفته في النص ساعة دي. هكذا اللي بيحصل ان موقعك ده محتاج، هو محتاج ان حد يستضيفه عنده ازاي؟ يستضيفه عنده في السيرفرات بتاعته. طيب مين بقى اللي هيستضيف الخطوط بتاعتك اللي انت حاططها مثلا وليكن في الموقع والصور والملفات والحاجات دي كلها؟ مين اللي هياخد كل الداتا دي انت هتحطها فين؟ فده شركات الاستضافه اللي بتعمله، وزي شركه هوستنجر بتقول لك بص يا معلم انت مش هتعمل اي حاجه، كل اللي عليك انك انت هتعمل الموقع هتبعته لينا ومالكش انت دعوه باي حاجه. هتقول لك اي حد عاوز يدخل على الموقع بتاعك مثلا دخل كتب learnsimply.com فالشركه هتروح بعتله على طول الموقع من غير اي مشكله، بكل الملفات اللي فيه بكل حاجه زي ما انت حاططها. فبتقول لك ما تشيلش هم وملكش دعوه بفكره الاستضافه والسيرفرات والحاجات دي كلها. بس ده اللي احنا عاوزين نعرفه، يعني ايه دومين، يعني ايه استضافه. تالت حاجه عاوزين نعرفها لازم نعرفها بس لما نروح لشاشة الكمبيوتر او لما نروح للكمبيوتر يعني، عشان نعرف بقى ازاي نعمل حاجات الدومين والاستضافة والحاجات دي كلها. الموضوع كله حرفيا بكليكة يعني، دوسة ماوس وهنكون خلصنا. وكمان ازاي تعمل موقع، والموقع على فكرة هيكون من امتع الحاجات او من امتع التجارب اللي انت هتخوضها. وليه ما تحطش من اهداف 2023 ان يكون عندك موقع السنة دي، وتجيب واحد صاحبك كده معاك وتفكروا مثلا تقول طب ما تيجي تصورني كده مثلا وانا لابس بدلة عشان احطها على الموقع، وتعالى انت كمان اصورك عشان نبدأ انا وانت نعمل موقع، انت تعمل موقع وانا اعمل موقع، وكلنا نحط المهارات اللي احنا اتعلمناها وشغلنا اللي احنا عملناه قبل كده. حتى لو انا ما اشتغلتش مع حد قبل كده فانا عندي مشاريع مثلا عاملها فهحطها في الموقع ده، وليه لا؟ فكوبايه القهوه بتاعتك بقى حتى لو انت مش هتعمل موقع النهارده فياريت تتفرج على الفيديو على الاخر عشان تاخد فكره وتطبق بكره. فالموضوع سهل جدا وبسيط ويلا بينا. طيب كل اللي علينا اللي احنا ندخل على اللينك اللي تحت في الديسكريبشن عشان تاخد خصم من موقع هوستنجر، وموقع هوستنجر هو اللي هيدينا الدومين وكمان هيدينا الاستضافه. طيب اول ما تدخل على اللينك اللي تحت في الديسكريبشن هيظهر لك الموضوع بالشكل ده. الموضوع سهل جدا وبسيط، وكمان موقع هوستنجر باللغه العربيه وبيدعم لغات كتيره جدا، بس طبعا اللي احنا يهمنا دلوقتي اللغه العربيه. فعشان
الموضوع يكون بسيط جدا وسهل، وكمان خدمة العملاء بالنسبة لموقع ستينجر برضو مدعومة باللغة العربية. طيب بعد كده هننزل بقى عشان نختار خطة استضافة الموقع اللي بتناسبنا. عندنا هنا 3 خطط. الخطة الأولى هي خطة مواقع أحادية، ودي بتديك موقع واحد وبتديك كمان 50 جيجا يعني على الموقع بتاعك، وكمان بتديك بريد إلكتروني. بس أحسن خطة وهي الخطة اللي في النص دي، حتى هم كاتبين هنا الأكثر شيوعا أو الأكثر استخداما يعني. دي عبارة بقى عن إن هي بتديك 100 موقع، تقدر تعمل 100 موقع من خلال الخطة دي، زائد ان هم بيديك 100 جيجا. يعني ايه 100 جيجا؟ يعني حجم الملفات والصور والفيديوهات اللي انت هتحطها على الموقع بتاعك، وكمان بيديك بريد الكتروني مجاني، وزائد انك انت بتاخد شهاده اس اس ال. شهاده اس اس ال دي لو انت تلاحظ كده فوق على موقع ستينجر هتلاقي فيه علامه القفل. علامه القفل دي معناها ان موقع ستينجر عنده شهاده الاس اس ال دي. علامه القفل دي معناها ايه؟ ده معناها ان الموقع بتاعك محمي، يعني تقدر لو مثلا حد عاوز يشتري منه حاجه ويحط الكريدت كارد بتاعته فمش هيقلق. لكن هتلاقي في مواقع تانية القفل بتاعها مفتوح، ده معناه ان الموقع مش معاه شهاده الاس اس ال. زائد بقى انك انت هتاخد دومين مجاني. يعني ايه دومين مجاني؟ زي ما اتكلمنا عليه، اللي هو الدومين اسم الموقع بتاعك هتاخده وهو اصلا بيبقى سعره $10، فانت هتاخده مجاني في حالة انك انت اخترت اللي هي الخطة اللي في النص دي. وفي مزايا كتيرة جدا، بس برضو من الميزة المهمة ان هي بتديك قواعد بيانات غير محدودة. اما بالنسبة بقى للاستضافة اللي هي مواقع الاعمال، ده لو انت بقى شركات او حاجات من دي يعني، فانت بتختار الخطة دي. بس انا هختار الخطة اللي في النص وهعمل اضف الى السلة. هيجي لي هنا بقى يقول لي انت عاوز الخطة بتاعتك دي لمدة كام سنة او لمدة كام شهر. عندي هنا شهر او 12 شهر او 24 شهر او 48 شهر. بس الفرق انك انت كل ما تزود في الاشهر كل ما انت هتاخد خصم اكتر. يعني مثلا هتلاقي ان انت لو اخدت شهر واحد بس فانت هتدفع $12، اما في حالة انك انت اخدت 12 شهر فانت هتدفع $4 في الشهر الواحد. اما بقى في حاله انك انت خدت 24 شهر فانت تاخد او هتدفع يعني $3 في الشهر. اما لو انت بقى دخلت على 48 شهر اللي هي 4 سنين، اول حاجه هتاخد 3 اشهر مجانا، تاني حاجه ان هتدفع في الشهر الواحد بس $2. فكل ما تزود في عدد الاشهر كل ما الفلوس بتاعت الشهر الواحد هتقل. ففي حاله انك انت عاوز تريح دماغك وتاخد الموضوع ده او الموقع بتاعك لمده 4 سنين بقى، ما تدخلش في حوارات الدومين والاستضافه والحاجات وتفضل تجدد كل سنه، فالخطه الاخيره او 48 شهر ممتازه جدا ليك. اما في حاله بقى انك انت عاوز السنه او ال 24 شهر فعادي جدا تقدر تختار اي واحده منها، هتختارها عادي جدا وهتنزل تحت. هيقول لك هنا عشان بقى تدخل على مرحله الدفع لازم تنشئ حساب. تقدر تنشئ حساب. الحساب يعني انك تنشئه سهل جدا، زي انك انت تقدر تنشئه من فيسبوك او من خلال جوجل عادي جدا. هننشئ حساب سوا، احنا نعمل كل حاجه سوا مع بعض. دخلنا من خلال جوجل عادي جدا. هيقول لك هنا انك انت تمن الاستضافه اللي هي لمده 48 شهر 4 سنين $124، وفي كمان خصم، هتاخد خصم 10%، بس ده بدل من $575. تقدر طبعا تدفع من خلال الكريدت كارد الفيزا بتاعتك او الباي بال او جوجل باي او فوري، وفي حاجه كده ما سمعتش عنها بلا اللي هي كوين جيت، ما سمعتش عنها قبل كده. فتقدر تدفع باي حاجه يعني، واسهلهم طبعا فوري، ان انت تقدر تروح لفوري او تروح لاي سوبر ماركت يعني في فوري، تاخد كود من هنا وتروح تدفعه من اي سوبر ماركت. الموضوع سهل جدا وبسيط. كل اللي عليك انك انت هتيجي عند الدوله تختار ايجيبت او مصر يعني، او الدوله اللي انت ساكن فيها. وهنا بيقول لك هل لديك كوبون خصم يعني. احنا عندنا كوبون خصم. لو احنا جينا كده كتبنا simply learn او اللي انا هسيبه لك برضو تحت في الديسكريبشن، فانت هتاخد خصم 10%. حتى هنا بيقول لك تم تطبيق القسيمة دي، ودلوقتي السعر بدل ما كان $124 بقى $111. كل اللي عليك انك دلوقتي هتقول له اسم البطاقة والبطاقة بتاعتك اللي هي 16 رقم، والموضوع سهل جدا يعني بسيط. وبعد كده هتدخل على ارسال الدفع الامن. بعد ما دفعت بقى هيضرب الحوارات دي كلها في الخلاط، وبعد كده هيظهر لك الشاشة دي كأول مرة. اول حاجة هنعملها وان احنا عاوزين نحصل على النطاق او نحصل على الدومين. فعندنا كلمة كده اسمها احصل على النطاق، وهنبدأ بقى نختار اسم الدومين بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو، اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو عبارة عن اسم الموقع بتاعك. انا عندي موقع اسمه learn simply بس ما عنديش موقع باسمي، فممكن اقول له مثلا احمد عادل، واقول له بدل دوت نت. عندي بقى في حاجات كتيرة جدا بس اشهرهم يعني، او انا بالنسبة لي ان انا هختار دوت كوم. هقول له كده تحقق من توافره. احمد عادل فعلا يعني ايه شغالة، هذا النطاق متوفر. وطبعا هو كان سعره $14، بس احنا عشان اشتركنا في الخطة دي فبقى سعره اللي هو ببلاش يعني لمدة سنة. بعد كده هقول له ايه؟ هقول له احصل على النطاق. وكده انا عندي موقع اسمه احمدعادل.com.
هيجي اول حاجه يقول لي اختيار الدوله، انا من مصر فهقول له مصر. وبعد كده هيقول لي انا شخصيه ولا شركه، اقول له انا شخصيه. بعد كده الخطوه التاليه هتدخل انت بقى معلوماتك، الاسم الشخصي والاسم العائله والحاجات دي كلها. وبعد ما خلصت بقى الحاجات دي كلها هتدوس على كلمه انهاء التسجيل. وانا بقى دلوقتي بيجهز الموقع بتاعي اللي هو اسمه احمدعادل.com. شفت الدنيا سهله وبسيطه ازاي؟ متقلقش، الموضوع هيكون ابسط اكتر. انت بقى على وشك الانتهاء، تمام. هدوس على كلمة متابعة وبعد كده بقى هيظهر لي الجزء ده دلوقتي. بس بيقول لي انك انت لازم تتحقق من البريد الالكتروني بتاعك عشان هم بعتوا لي رسالة على البريد. فهدخل على البريد بتاعي او الجيميل بتاعي، يعني دخلت على الجيميل وبقى دلوقتي الجيميل بتاعي مؤكد واتعلم عليه علامة صح. طيب عاوزين نعمل ايه احنا بقى دلوقتي؟ احنا بقى عاوزين نعمل الموقع بتاعنا. طيب بعد كده هنيجي عند كلمة اللي هي بريميوم ويب هوستنج دي، وهندوس على كلمة اعداد عشان بقى نعمل الموقع بتاعنا. والموضوع هيكون ابسط واسهل حاجة. هدوس على كلمة ابدأ الان. بيقول لي انت دلوقتي عاوز تنشأ الموقع ده لمين؟ انا انشئه لنفسي ولا شخص اخر ولا انا امتلك اصلا موقع الكتروني؟ هقول له لا، انا عاوز اعمله لنفسي. طيب مين اللي بيعمل الموقع ده؟ انت اللي بتعمله ولا مطور مواقع ولا خدمات اخرى؟ هقول له لا، انا اللي بعمله لنفسي. هيقول لي ايه نوع الموقع اللي انت عاوز تعمله، متجر الكتروني ولا مدونة ولا اعمال ولا محفظة ولا خدمات اخرى؟ شوف انت عاوز تعمل ايه. انا ممكن مثلا وليكن اقول له اعمال. هل تحتاج مساعدة في بناء الموقع؟ هقول له اكيد طبعا انا محتاج، انا مبتدئ مثلا. وبعد كده هيقول لي انت بترحل موقع، يعني انت عامل موقع وبترحله على هوستنجر ولا انت بتنشأ موقع جديد؟ هقول له لا، انا بنشئ موقع جديد. طيب هنا بقى الهوستنجر بيقول لك انت تقدر تعمله من منشئ المواقع اللي هو بتاع هوستنجر يا اما الووردبريس. وطبعا منشئ موقع هوستنجر ده من ابسط واسهل الحاجات اللي انت ممكن تعمل عليها موقع، حرفيا يعني اسهل من ووردبريس بكتير جدا. طيب وده اللي احنا هنعمله فعلا، ده اللي هندخل على منشئ المواقع من الهوستنجر، وهيعتبر هيدي لك كل حاجة انت محتاجها في الاول. طيب هقول له انا هحدد منشئ المواقع من هوستنجر، انا حابب ان انا انشئ الموقع من هوستنجر. هيقول لي اختر النطاق بتاعك اللي هو احمدعادل.com او اللي انا اخترته يعني. وبعد كده ادوس على كلمة حدد. دلوقتي انت جاهز انك انت تختار تمبلت معين انك انت تعدل عليه. هتلاقي فيها تمبلتس كتيرة جدا 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 وبسيطة خالص. انا مثلا عاجبني التمبلت ده فادوس على كلمة بريفيو كده، اللي هو انا عايز اشوف التمبلت ده. اقول لا والله التمبلت ده مثلا ممكن يكون حلو. ممكن مثلا انا مش عاجبني التمبلت فارجع ولا ورا واشوف تمبلت تاني، وليكن هختار التمبلت ده مثلا وليكن. اقول له بريفيو. ممكن احط صورتي هنا about me. بص هتلاقي مثلا هنا حاجات ممكن اعدل ده كله. اقول له طيب ماشي، انا عاجبني التمبلت ده، عايز بقى ابدا ابنيه. هقول له على كلمه هنا start building. هدوس عليها بقى وهيقول لي بص يا صاحبي انت دلوقتي في منشئ موقع بتاع هوستنجر. الموضوع سهل جدا وبسيط، نقدر نشيل الصوره دي. بص انا بحرك بالماوس ما بعملش اي حاجه. اقدر اغير اسمي ده، ادوس عليه كده علامه مرتين واقول له مثلا وليكن انا اسمي احمد عادل. وبدل ما اخلي الصوره دي صوره الراجل المحترم ده، ممكن نخليها صورتي انا واقول له والله انا اللي بتاع مثلا وليكن ليرن سيمبلي. الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. صدقني فعلا الموقع ده شكله عجبني فعلا. هنظبطه سوا، بس مش اكيد مش في الفيديو ده. ان شاء الله هنبدا نظبط الموقع ده، او ممكن الاقي تمبلت تاني احسن منه فنبدا نظبطه سوا. وهنبدا بقى نعرف ازاي ننشئ موقع من هوستنجر. ممكن تلاقي هنا في كلمه اد element ونقدر نحط فيديو ونقدر نحط، يعني الموضوع سهل جدا وبسيط. يعني انت تقدر حرفيا تعمله دلوقتي. زي ما انت شفت الموضوع سهل جدا وبسيط، ومتحمس جدا ان انا اشوف الموقع بتاعك. ممكن تبعتهولي على انستجرام. وبس كده، دي كانت كل حاجة. وان شاء الله هنعمل سلسلة ان احنا نتكلم على الهوستنجر بقى، ان احنا نبني موقع من خلال الهوستنجر عشان الموضوع كله يكون سهل. فما تقلقش من اي حاجة، بس انت حرفيا تقدر من النهاردة تبدأ وهتلاقي ان الموضوع سهل وسلس والدنيا بسيطة خالص. تمام؟ بس كده. يا رب تكون كل حاجة سهلة وبسيطة بالنسبة لك، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.